وصلكم الخبر؟ في تطبيق أعلن إنه بهاليوم فيكم تطلبوا أي شيء بدكم إياه مجانا بالكامل، بيت، مال، شفاء، تعويض أو حتى ولد. فرصة ذهبية، شو ناطرين؟ غالبا السيرفرات رح توقع من كتر الطلبات. طيب شو لو قلت لكم إنه في يوم فعلا مفتوح فيه باب الطلب بهالشكل؟ بس للأسف ما عم نحس بقيمته بنفس الإحساس التطبيق المجاني. يوم عرفة، اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. المخيف فعلا إنه أعظم يوم بالسنة ممكن يمر علينا كأنه يوم عادي، مع إنه رب العالمين اختار من بين كل أيام حتى إنه ليلة القدر بعظمتها أخفاها الله، أما يوم عرفة فجعله معلوم واضح للجميع، وكأنه رب العالمين عم بيقلنا الباب مفتوح لا حدا يضيعه. بس نحن ممكن نقضي اليوم كله بتحضيرات العيد، تنظيف، طلبات، أسواق، تحضير حلويات، وبآخر الليل ببلش يدق علينا باب الندم. كثير بيعجبني مظهر الحجاج بيوم عرفة، بيتركوا أسمائهم، مناصبهم، مظاهرهم، ملابسهم الفاخرة، بيوقفوا بلباس واحد، لا فرق بين غني وفقير ولا بين مشهور ومجهول، وكأن رب العالمين عم بعيد البشر لحقيقتهم الأولى، أنه كلياتنا عباد ضعفاء، وأنه أعظم ما بنملكه فعلا هو حاجتنا لرب العالمين وانكسارنا قدامه. لهيك يمكن أعظم عبادة بعرفة هي الصدق، صدق الانكسار والحاجة لرب العالمين، أنه نوقف قدام رب العالمين نحن مدركين أنه مهما كنا أوايا في شيء ما بيحله إلا رب العالمين. حتى السلف كانوا بيدخروا أعظم دعواتهم ليوم عرفة، كان بعضهم رؤيا الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. طيب ليش؟ لأنه سنين من الذنوب ممكن تغفر بساعة، لأنه هاليوم ممكن يولدنا من جديد. لما نتخيل أنه رب العالمين عم يباهي فينا الملائكة، تخيلوا الفكرة، رب العالمين عم يذكرك عند الملائكة وانت قاعد بغرفتك ورافع ايديك وعم تدعي دعوة ما حدا بيعرفها إلا هو. المشكلة مو انه ما نستغل هذا اليوم بالدعاء، المشكلة انه احيانا عم ندعي رب العالمين بيقين ضعيف، نطلب اشياء صغيرة ومنخاف نبالغ بامانينا وبدعواتنا، مع انه نحن عم ندعو رب كريم، رب ما بيعاملنا على حسب اعمالنا، بيعاملنا على حسب كرمه. لا تخجلوا من الطلب يوم عرفة، اطلبوا الجبر، الهداية، الرزق، الذرية، الشفاء، حتى السلام الداخلي. في أشياء يمكن نشوفها مستحيلة، بس رب العالمين إذا أعطى أدهش، يعطي عطاء بليق بكرمه مو بليق بأعمالنا. أحيانا الاستجابة مو دائما الشيء اللي طلبناه حرفيا، أحيانا بتكون نجاة من بلاء ما كنا بنعرفه، أو صرف أذى كان رح يكسرنا. وأكتر فكرة بتوجعني لما يخلص هاليوم وحس حالي ما استغلته بالشكل الصح، رغم إنه هاليوم الواحد ممكن يغير آخرتي كلها. شو أكتر من أنه الإنسان يعتق من النار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. تخيلوا بدعاء واحد، دعاء يكتب اسمنا من بين المعتوقين. لهيك لا تدخلوا يوم عرفة إلا وكأنه أكبر يوم تحدي لإلكم، لأنه مين بيعرف يوم عرفة هاد نحن موجودين وقادرين نستغله. بس عرفة الجاية يا ترى حنكون موجودين؟